اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا مع بعض كده نعمل عشاء خفيف لذيذ سريع وندردش شوية. أنا بقالي فترة كبيرة قوي ما نزلتش فيديوهات أو مش بشير معاكم أي حاجة زي الأول، بسبب إن أنا كان عندي ظروف وكذا حاجة حصلت في الأيام اللي فاتت، ومنهم وفاة شخص عزيز عليا جدا 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 وهي جارتي. بصراحة حاجات كده حصلت فجأة ورا بعض. الواحد الحمد لله يعني هي ما كانتش حاجة متوقعة، ولكن أمر الله. فأتمنى أي حد بيشوف الفيديو ده يدعيلها بالرحمة والمغفرة، وإن ربنا يصبر أولادها وأهلها. وتاني حاجة هي إن ولادي برضو كانوا تعبانين كتير، وكانت فترة كلها مليانة ضغط، بس مليانة بستر ربنا، والحمد لله على كل حاجة بتحصل. فدعواتكم ان الفترة دي تمر على خير ان شاء الله بسلام. هو ده كان السبب، بس ان شاء الله الفترة اللي جاية هنستعيد شغلنا وهنستعيد فيديوهاتنا، لان انا لسه ما كملتش تفريزات بقية الحاجات، مع انا نزلت لكم فيديوهات لتفريز بعض الحاجات، بس الباقي انا لسه ما عملتهوش. انا النهاردة بقى كنت بعمل شوبينج كده، كنت بشتري شوية حاجات. فطبعا اليوم اللي فيه نزولة مش بيبقى بعمل غدا اي حاجة، فانا قلت طالما اتغدينا اي حاجة كده اروق عليهم في العشاء بقى. فقمت عاملة سوسيس وجبنة مقلية كده، لان احنا كنا راجعين من بره مهدودين وتعبانين جدا، يا دوب هناكل وهننام، مفيش بقى دوشة ولا حاجات تانية هنعملها. انا بالنسبة لي بحب السوسيس والجبنة المقلية، دول حب حاجات فظيعة. وولادي كمان واحد بيحبهم وواحد ولا بيحب بقى سوسيس ولا كفتة ولا اي حاجة ولا اي نوع من انواع الجبنات خالص. ما بياكلش الحاجات دي خالص. طب بياكل ايه؟ بياكل العيش كده من غير اي حاجة، تحط الوش في العيش اي حاجة. بس كده عملنا العشاء والسندوتشات مع بعض. انا بس قلت اطلع اتكلم معاكم شوية وبس كده.